السلام عليكم يا أحلى متابعين. معاكم ملوكة من قناة ملوكة الإخبارية. والنهاردة الخميس 10 يوليو 2025، وجايبة لكم نشرة جديدة فيها كل الأخبار المهمة اللي حصلت في مصر والعالم بشكل بسيط وسريع. يلا نبدأ. أول خبر: قرارات رئاسية جديدة. الرئيس السيسي وجه الحكومة النهاردة بتوسيع خدمات حياة كريمة علشان تشمل أكتر من 200 قرية جديدة، وكمان طلب البدء فوراً في تطوير مستشفيات القرى الصغيرة. تاني خبر: البرلمان بيشتغل على قوانين حماية. البرلمان وافق على قانون جديد بخصوص حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت، وهيكون في رقابة أكتر على الفيديوهات والمنصات اللي بيتفرعوا عليها. تالت خبر: الاقتصاد والأسعار. وزارة التموين أعلنت عن ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية في المجمعات زي السكر والزيت والأرز علشان الأسعار ما ترتفعش. كمان في حملات تموين في الأسواق لضبط المخالفات. رابع خبر: الصحة بتحذر. وزارة الصحة بتقول إن حالات ضربة الشمس زادت الفترة دي، خصوصاً مع الموجة الحارة اللي بتغطي أغلب المحافظات، وبتنصح الناس بعدم الخروج وقت الظهر إلا للضرورة. خامس خبر: التعليم. وزير التعليم قال النهاردة إن نتيجة الثانوية العامة هتكون جاهزة في آخر يوليو، وإن التصحيح بيتم بشكل إلكتروني لضمان الشفافية، وطلب من الطلبة ما يسمعوش الإشاعات على السوشيال ميديا. سادس خبر: من العالم. فرنسا حصلت مظاهرات كبيرة ضد ارتفاع الأسعار، والشرطة استخدمت الغاز علشان تفرق المتظاهرين. وفي أمريكا تم إطلاق أول قمر صناعي لتقوية الإنترنت في أفريقيا. سابع خبر: الرياضة. الأهلي بيواصل استعداداته للنهائي بكرة ضد بيراميدز، والمدرب كولر قال إن الفوز هو الهدف الوحيد. والزمالك بيحاول يضم صفقة هجومية قوية قبل بداية الدوري. الخاتمة. وده كان ملخص نشرتنا اليوم الخميس 10 يوليو 2025 من قناة ملوكة الإخبارية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصلكم كل النشرات الجاية. نشوفكم بكرة في نشرة جديدة. مع السلامة. بلو.